السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبنا واصحابنا رجالتنا رجاله الثالثه ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مرحبا بيك يا صديقي في ملخص الفصل الثاني. كنا من قريب قوي بنلخص الفصل الاول ودلوقتي بقينا بنلخص الفصل الثاني. عايز اقول لك يا صديقي ان في الفيديو ده ان شاء الله هنراجع مع بعض على القوانين كلها، زائد هنبدا نعرض شويه افكار وشويه اجزاء كده كانت افكار مهمه جدا لازم تكون عارفها كويس. ده بالنسبه لفيديو النهارده. طب يا مستر عايزين نتكلم مع بعض في موضوعين مهمين جدا. اول موضوع هنتكلم عنه ان احنا بدانا كورس الفصل الثالث فعلا، وبدات الناس تشترك في كورس الفصل الثالث. فلو حابب تحضر معنا كورس الفصل الثالث اونلاين طبعا هيكون موجود، تقدر تشترك من الرقم اللي موجود فوق، وبثواني هتلاقي نفسك موجود في الجروب اللي بيترفع عليه المحاضرات والواجب والتسليمات. وكمان خلي بالك بنحل هناك كتاب الامتحان، بس مش اي حل، ده بنحله بالتفصيل وبنشرح الاسئله كده شرح مفصل. طبعا اوعى يفوتك الكلام ده كله. تاني حاجه يا صديقي، طبعا خلصنا الفصل الثاني، يبقى معانا كده ورشه الفصل الثاني. لو حابب تشترك فيها ان شاء الله بدانا الحجز فيها، وان شاء الله بعد اسبوع من ميعاد نزول الفيديو ده هتكون الورشه باذن الله متاحه. فبرضه لو عايز تشترك فيها اوعى يفوتك. ولو اشتركت في الاثنين طبعا ما تنساش بقى تسال على الخصم الورشه والكورس، يبقى تسال على خصم الاثنين على بعض. يلا يا باشا، بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ مع بعض ملخص قوانين الفصل الثاني. الجزء يا صديقي والدرس الأول في الفصل الثاني قابلنا مين؟ قابلنا الفيض المغناطيسي، وقابلنا كثافة الفيض المغناطيسي، وقلنا الفيض المغناطيسي هو كثافة الميض المغناطيسي في المتر المربع الواحد مضروبة في المساحة. أو بعد كده طلعنا القانون. يا مستر قول لنا القانون، خلينا ننجز. هو الA في الB في الساين سيتا. في الفيديو ده يا صاحبي هتلاقيني بقول لك أسماء للقوانين، ما تفتكرش ان انا بهزر او بستظرف، بس هتلاقي الناس في الأحياء برضو لما بيجي يحب يحفظ جزئيه معينه بيبدا يعمل لها شفرات، يقول لك مش عارف سوسن راحت اشترت مش عارف ايه، فدي كلها مصطلحات بيبدا يسميها في الاحياء. فاحنا هنا برضو بنبدا نقول للقوانين اسماء. ليه؟ الفصل الثالث قوانينه يا باشا كتير جدا، ولكن فصل لذيذ وممتع، فخلي بالك ان احنا نبدا نسمي القوانين برضو في الفصل الثاني والثالث والرابع وهكذا. فبنقول هنا الفاي ام هنا بالنسبه لنا هي اب سنه. والله اب سنه بجد. اي بي ساين سيتا. لو انت حافظهم كويس، لو انت مش حافظهم دي الطريقه اللي هنبدا نحفظ بيها القوانين ونجمع بيها القوانين في الفصل ده. ليه؟ وانت قاعد في البيت وبتراجع على الفصل الثاني هتقول اب سنه منيل مونيتور، وتقعد بقى طول ما انت ماشي تقعد تسمع القوانين كده وهتلاقيها ظبطت معاك ان شاء الله. عيد معانا يا مستر وارجع معانا. الساين سيتا هي السيتا بين المساحه والمجال. قلت لك السيتا طول الفصل بتظهر من القانون، ما تحفظش حاجه. يبقى السيتا هي بين المساحه والمجال، او بين الملف والمجال، ما هي المساحه هي الملف. يعني لو عملنا اختصارا ادي ده الملف، فدي مساحته بتكون مشدوده معايا كده طبعا على المحور بتاعه. لو مثلا افترضنا ان المجال نازل كده، فدي هتكون السيتا بتاعتك بين المجال وبين المساحه. طب يا مستر لو جايب لي سؤال وعامل لي ان دي المساحه وعامل لي دي المجال، وراح راسم لي كده وقال لي دي يا مستر مثلا 60 درجه، هل هاخد الزاويه دي؟ لا، دي بين المجال والعمودي على المجال. انا باخد العمودي على المجال؟ لا، انا باخد المجال والملف. اتفقنا؟ اتفقنا. ففي شويه حاجات طبعا لما بيكونوا الاثنين موازيين لبعض فبتكون اي بي ساين صفر، ان مفيش زاويه بينهم، فساعتها هتطلع بزيرو. ممكن يبقى اعملها لك كده اللي هي تكون عموديين على بعض، ادي المجال وادي الملف، فساعتها لما يكون عموديا المجال على الملف نقول انها خلاص الفاي ام بتساوي اي بي ساين 90. لو عملت ساين 90 على الاقل هتلاقيها بواحد. الله ينور عليك، شاطر اشطر واحد. يبقى على طول يا مستر دي بقت بتساوي مين؟ بتساوي الاي بي، دي الفاي ام. طبعا بقى لو كان في زاويه بتاخد الزاويه بين السيتا وبين المجال. الافكار هنا يا صديقي كان دايما يجي يقول لك المساحه مثلا، فممكن يجيب لك المساحه باكتر من طريقه. يقول لك دي مساحه مربع، فمثلا ساعتها مساحه المربع بتكون طول الضلع تربيع. مثلا ممكن تكون مساحه دايره. طب مساحه الدايره ايه يا مستر؟ اوعى بقى تنسى الحاجات دي، عشان الحاجات دي هي اللي بتوقعك في الاسئله. مساحه الدايره هي باي ار تربيع، باي نق تربيع، او باي نص القطر تربيع. مثلا لو جابها لك مستطيل بالشكل ده تقدر برضو تقول انها ايه؟ ها ناسا مستر ولا ايه؟ الطول في العرض. طبعا لو كانت مثلث تقول نص القاعده اللي هي بي في الارتفاع اللي هي اتش، نص القاعده في الارتفاع. طبعا الكلام ده من ابتدائي. خلاص نخش على اللي بعده يا ريس. ده كده الفاي ام بتساوي اي بي ساين سيتا. في الافكار المهمه، وغالبا هي كانت اصعب افكار في الجزء ده، لما كان يجيب لك ايه؟ يجيب لك ان الفاي ام بتساوي الاي بي ساين سيتا، ويقول لك الدوران. الدوران ده ارجع للفيديوهات هتلاقينا حلينا عليها كتير جدا، افكار كتير جدا، ولكن خلينا نقول بسرعه جدا. لو عندك ملف هنا ايه، ومثلا قال لك ان الملف بدأ من الحاله اللي هو مثلا كام
فرق بين المجال والمساحه الزاويه بينهم مثلا 60 درجه. قال لك الملف دار 90 درجة عكس عقارب الساعة. خلاص تعالى ندوره. يبقى واحنا بندوره ادي الملف لما يدور 90 درجة عكس عقارب الساعة يبقى يطلع لي فوق. يبقى هو هيطلع 60، يبقى متبقي لي كام؟ متبقي لي 30. يبقى الحالة الجديدة هتكون ادي البي وادي الملف والزاوية بينهم تكون 30 درجة. فساعتها لما تيجي تقول تسأل انا دلوقتي القانون بالنسبة لي A B ساين سيتا، ادي الاي وادي البي، هدي الزاوية اللي بين الاي والبي. اقول لك اه يا مستر، تقول لي خلاص يبقى A B ساين كام؟ 30. والارقام بقى سهلة وبسيطه. ده بالنسبه للاي بي ساين سيتا، كانت لذيذه وجزء كده في الاول لذيذ وممتع جدا. تعالى يا باشا نخش على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده كان امتع، وكان بيقول لك يا ريس ايه مستر نسيت الوحدات ولا ايه؟ مش هتقولها يا باشا، نقولها لك عينينا الاثنين. دي كانت ويبر وده الرمز بتاعها، ودي كانت تسلا وده الرمز بتاعها، والمساحه طبعا بالمتر تربيع. فلما يجي يقول لك الويبر تكافئ ايه؟ تقول له تكافئ متر تربيع في تسلا، او تسلا في متر تربيع. طيب تاني جزء اخدناه واشتغلنا عليه هو السلك المستقيم. وتخلي بالك بقى ان فكره السلك المستقيم يا ريس ان هو سلك مستقيم مر فيه تيار فوصل انه عمل مجال. يعني سلك مستقيم التيار اتحول لمجال، ودي خلاصه الفصل الثاني. هتلاقي في الفصل الثالث العكس، مجال اتحول لتيار ولكن تغير في المجال. ما علينا بالفصل الثالث، احنا يا مستر دلوقتي في الفصل الثاني والحق لحسن الوقت هيخلص. ماشي. السلك المستقيم هو قلنا انه تيار مر به التيار، سلك مر بيه تيار اتحول لمجال، وساعتها استخدمنا القانون البي بتساوي اي ميو على 2 باي دي. لو انت بتعاني في حفظ القانون ممكن اقول لك ان في تركيبه كده لذيذه قوي للقانون ده انا بحبها، ان القانون اي ميو على 2 باي دي. اي ام تو بيد، رايح للسرير بجد والله. اي ام تو بيد، طبعا الانجليش زي الزفت بس اي ام تو بيد نقدر نقول كده. طبعا الميو يا مستر دي معامل النفاذية، اتفقنا. معامل النفاذية هو 4 باي في 10 أس سالب 7. التيار ده الاي وحدته امبير والدي وحدتها المتر. طبعا لو جات لك بالتحويلات بتحولها طبعا، واوعى تنسى الكلام ده كله. معامل النفاذية لو هواء اير نقدر نقول انه 4 باي في 10 سالب 7. ممكن يدولك بقيم مختلفه لانه رقم في الاخر ثابت. وممكن يقول لك احسبه برضو ممكن يقول لك انا ايه معامل النفاذيه بتاعي، فساعتها هتعتبر ان ده مجهول ويبقى معاك المعطيات بتاعت الباقي كلها. ودي الافكار اللي شفناها. ايه الافكار اللي قابلناها يا مستر؟ عينينا الاثنين، فكرتين وهم الاهم غير الافكار الاساسيه والحاجات الاساسيه. التيار ده من الافكار اللي بنقابلها. تعالى نكتب كده، ادي الاي ميو على 2 باي دي. تعالى نسحب كل حاجه لوحدها. التيار ده قال لك سلك مستقيم متوصل بقطب بطاريه، يبقى في بي على ار. ممكن البطاريه دي يكون ليها مقاومه داخليه فيبقى ساعتها في بي على ار زائد ار. ده التيار، كان القانون في الدرس الثالث في الفصل الاول. ممكن يقول لك احسب لي مقاومه السلك المستقيم، اقول له كانت رولا رو اي في ال على الايه. اتفرجت على ملخص الفصل الاول ولا لا؟ اتفرجت. يبقى رولا رو اي في ال على الايه. ده كده ممكن الافكار اللي جت في التيار قبل كده. ممكن كمان يديك المسافه، وكان ليها افكار فكرتين هما الاهم فكرتين. طبعا الفكره الاساسيه ان هي المسافه دي هي المسافه العمودية من السلك للنقطة. أي حاجة غير كده ما تبقاش دي المسافة بتاعتك. طيب هل دي من النقطة مثلا اكس دي المسافة العمودية؟ أقول لك يا فندم دي المسافة العمودية. طيب لما يجي يرسم لك خط كده ويروح عامل لك دي كده 20 سنتيمتر. الأفكار دي اشتغلنا عليها في كتاب الامتحان وكتاب التفوق. هتيجي تبص كده، هو ال 20 سنتيمتر دي هي المسافة العمودية للنقطة؟ أقول لك لا، اللي بالأحمر ده فعلا هو المسافة العموديه، انما ده مش عمودي على السلك. يبقى ساعتها لو محتاج تحسب ممكن يقول لك دي مثلا 30 درجه او 60 درجه او ايا كان، فتشتغل ساين 30 هي المقابل على الوتر. المقابل اللي هي المسافه دي نسميها دي عادي، والوتر هو ب 20. ساعتها تحسب المسافه، يبقى دي المسافه بتاعت حضرتك تطلع ب 10 سنتيمتر. وما تنساش تحول وانت بتعوض في القانون. ده جزء. تاني جزء يجي لي بحسن زوري بقى بوجاني قوي من كتر الشرح والله. الجزء الثاني كانت فكره لذيذه قوي ممتعه قوي بالمنظر ده كده. وكان يقول لك ادي السلك اهو، بس السلك ليه سمك وده التيار، ويحط لك المسافه هنا اكس مثلا. هل انا لما اجي هاخد للجلده بتاعت السلك، هي الجلده اللي بتعمل لي مجال، ولا هاخد لحد التيار اللي بيعمل لي مجال؟ هاخد لحد التيار اللي بيعمل لي مجال. فمثلا المسافه اللي بره لو ب5 سنتيمتر، وجيت قلت لك ان نص القطر جوه ب1 سنتيمتر. تعال بقى نحسب، هو انا المسافه كلها قد ايه؟ اول حاجه من هنا لحد السلك دي 5، وكمان 1، يبقى المسافه ساعتها كلها 6. يبقى لما سلك يكون ليه سمك ساعتها بنقدر نجمع نص القطر وايه بتاع السلك والمسافه.
تخلي بالك برضو عشان في ناس كاتبين القانون كده في الكتب 2 باي دي زائد ار، انا ما بحبش كده بصراحه. انا ما بحبش احفظ. يعني انا ممكن احفظك القوانين الاساسيه وده الطبيعي، لان ده الاصل ان انا احفظك القوانين الاساسيه، انك لو ما حفظتهاش مش هتحل. وما تقولش معايا المراجعه الكتاب اللي مش عارف فيه القوانين ده ايا كان مش فاكر اسمه دلوقتي، وتقعد تقول انا معايا القوانين وبتاع. يا حبيبي ما ينفعش كده. وفي نفس الوقت ما تقعدش تعمل تقول لي اصل دي ملخص ورقه كده حاطط لي فيها من كل قانون 33 فرع. يعني يروح عامل ايه؟ جايب الاي معوض مره بفي بي تبقى ميو على ار زائد ار، ادي اهو كده ده التيار، ويروح قايل لك هنا بقى ايه 2 باي دي، ويفك مش عارف الدي لدي زائد ار. يقعد بقى كل فكره كل مساله يطلع لها قانون يحفظه. لا يا حبيبي مش هتعرف تحفظ. انت بتحفظ القانون الاساسي وبتعمل منه التفريعات اللي انا بحاول اوصلك ليها. التفريعات دي هو انا ببقى حافظها؟ لا انا مش ببقى حافظها، انا ببقى حافظ القوانين برضو الاساسيه بتاعتهم وبعرف اوصلهم ببعض. هل الخطوه دي محتاجه واحد يعني سفاح تجيله في امتحان اخر السنه؟ هتجيلك في اخر السنه الفكره دي وهتكون احسن كمان، ويجي لك افكار تانية ان شاء الله يعني. بس ما ينفعش اي كلمتين تروح حاطط قانون يلا مثلا انا عايز القانون عشان احفظه. فكل فكره في المنهج تحفظ قانون، لو جالك في اخر السنه فكره ما شفتهاش قبل كده ملهاش قانون عندك في دماغك مش هتعرف تحل. انما طول السنه انا بدربك ان معاك القانون الاساسي وبتروح منه للقوانين الفرعيه. فلما يجي لك في امتحان اخر السنه سؤال ما شفتش قانونه قبل كده، انت متدرب انك تعمل ايه؟ معاك قانون اساسي تروح بيه للقوانين الفرعيه. فلما تجي لك في اخر السنه تعرف تعمل ده. انما لو انت طول السنه عمال تحفظ في قوانين ومش بتعرف تستنتجها لوحدك او استنتجها معاك، هتيجي في اخر السنه تلاقي انك مش عارف تحل. خلاص يا ريس تمام. ده بالنسبه للسلك المستقيم، وكانت البي بتساوي اي ميو على 2 باي دي. طبعا ما تنساش ان البي كانت الوحده بتاعتها ايه برضو قلنا من شويه تسلا. طيب يا عم قول يا مستر كمان. طبعا الاتجاه كان بامبير لليد اليمنى بترشق الابهام مع التيار تك تك سلام عليكم وعليكم السلام. الابهام مع التيار يبقى لو لقيته بيخبط ناحيه اليمين تقول له سلام عليكم وعليكم السلام، تقول له انا داخل يقول لك حاضر. طبعا الاكس كانت نقط، الاكس كانت للداخل والنقط للخارج. بفتكرها ازاي يا مستر؟ بفتكر ان الاكسات دي لما بتيجي تروح مثلا تحفر في جزيره وتلاقي عاملين لك اكس على الارض كده يقول لك احفر هنا تلاقي كنز، يبقى الاكس هي اللي بتحفر يبقى بتدخل والنقط للخارج. اتفقنا؟ اتفقنا. ده بالنسبه للسلك المستقيم. طبعا اتجاه المجال بتاعه بيكون دوائر مركزها هو السلك، تتقارب كلما اقتربنا من السلك وتتباعد كلما ابتعدنا عن السلك، وده الشكل بتاعها وهتلاقيه موجود على جوجل عادي جدا لو عملت سيرش. اتفقنا. تاني جزء يا صديقي اخدنا السلكين معا. طبعا سلكين ممكن يكونوا في نفس الاتجاه وممكن يكونوا في عكس الاتجاه. طبعا لو في نفس الاتجاه محصله مجال المغناطيسي جوه تكون طرح، وعلى اليمين جمع وعلى الشمال جمع. الكلام ده متقال في الشرح بقى ولكن دي الخلاصه بتاعه الفيديو. طبعا الاثنين لو عكس بعض يبقى بينهم جمع وبره طرح. ده الجزء الثاني. فمثلا لو قال لك احسب لي كثافه الفيض عند النقطه دي تقول له دي السلك الاول ناقص السلك الثاني، طبعا السلك الكبير ناقص السلك الصغير. خلاص. طيب تعالى نشتغل. دي كانت الجزئيه دي سهله، ده التيار الاولاني وده التيار الثاني. تعالى نشتغل على بقى حاجه كانت جميله قوي وهي اسمها ايه؟ نقطه التعادل. ودي جت لنا برضو. نقطة التعادل فكرتها وبكل بساطة ان نقطة التعادل المحصلة المجالات عندها بتكون بصفر. بس كده بس كده. في اي اكشن؟ مفيش اي اكشن. راح بقى قال لك تعالى لي بقى انا عايز نقطة التعادل بين السلكين. طيب خلينا نفترض ان التيار الاولاني هو الكبير. لو التيار الاولاني اكبر من التيار الثاني قال لك في شوية ملحوظات كده جميلة قوي لازم تبص عليها. اول حاجة ان نقطة التعادل بتكون قريبة للسلك الاقل تيار، يبقى اقرب. احنا بقى مش جايين نشرح، احنا جايين نلخص. فنقطة المجال لخص انت ورايا. نقطة التعادل بتكون لو عندي سلكين بتكون اقرب للسلك الاقل تيار. تفتكر بتكون المكان فيه طرح فين؟ يعني بتكون بتساوي صفر فين؟ اكيد في المنطقة الطرح ولا في الجمع. هل ممكن تجمع رقمين يدوا رقم صفر؟ مستحيل. ممكن تطرح رقمين يدوا صفر عادي. فلما تيجي يقول لك اكيد منطقه التعادل بتكون في منطقه الطرح. دي نقطه. تاني نقطه لما يكون عندك سلكين بالشكل ده تقدر تقول برضو هي منطقه الطرح القريبه من السلك الاقل تيار، يبقى هتبقى في الناحيه دي قريبه للسلك الاقل تيار. طب يا مستر تاني لو التيارين دول تساووا وهما التيارين عكس بعض يبقى كده ولا عندي تيار قليل نقطه التعادل تكون جنبي. يقول لك لا يوجد نقطه تعادل لو التيارين قد بعض واتجاههم عكس بعض. الكلام ده برضو اتقال في الشرح، انا بحاول بس افكر معاك الشرح كده. طب السلكين دول وهما في نفس الاتجاه ونقطة التعادل بينهم طبعا لان هتكون في منطقة الطرح. لو السلكين بقى افترضنا ان هما قيمتهم قد بعض نقطة التعادل هتكون في المنتصف بالظبط بين السلكين. تمام. نقطة التعادل دي خلاصتها ايه؟ لو عندك مجال ماشي يمين ب5 يبقى اكيد التاني ماشي عكسه ب5 عشان نقول 5
ناقص 5 يدي 0. لو عندك مجال ماشي لفوق ب10 يبقى اكيد التاني عامل اللي تحت ب10. 10 ناقص 10 يكون بيساوي 0. دي نقطة. تاني نقطة، كنا بنشتغل برضو على جزء محصلة المجال المغناطيسي. محصلة المجال. ايه محصلة المجال دي يا ريس بقى؟ تخلي بالك منها بالله عليك عشان دي مهمة قوي. لما يجي يقول لك احسب لي محصلة المجال تقول له عندنا الاثنين. عندك 3 قوانين، يا اما بي1 يا اما تعمل جمع يا اما تعمل طرح يا اما تعمل ايه؟ يا اما تعمل جذر بي1 تربيع زائد ب2 تربيع. امتى؟ لو المجالين في نفس الاتجاه هتجمع، لو عكس بعض هتطرح، لو متعامدين هتشتغل ب1 جذر تربيع زائد ب2 تربيع. اتفقنا؟ اتفقنا. طب امتى يا مستر استخدم ده وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ واحنا بنحل في كتاب التفوق لو رجعت للفيديوهات هتلاقيني بقول لك يا ريس انا الفيديو ده هدفه ان انا بوجهك للفيديوهات، لان لو حاجه واقعه منك اوجهك للفيديو اللي انت رايح له. خلاصه الموضوع هنا لما يقول لك احسب لي محصله كثافه الفيض عند زد، تروح تقف عند زد. انا مش عارف استخدم انهي قانون دلوقتي، تروح عند زد تسال هو انتوا المجالات هنا كلها في نفس الاتجاه فنجمع، ولا عكس بعض فنجمع الشويه اللي زي بعض والشويه زي بعض ونطرح كله من بعض، ولا لو شويه وشويه متعامدين يعني واحده وواحده متعامدين ساعتها هتشتغل بالقانون التعامد التربيعي، جذر التربيعي الاولى تربيع زائد الثانيه تربيع. خلاصه الحوار بتروح عند النقطه اللي هو عايزها تسال انتوا زي بعض في الاتجاه فنجمع، انتوا عكس بعض فنطرح، انتوا متعامدين فنستخدم قانون التعامد. وده خلاصه الجزء بتاع محصله كثافه الفيض. وانتهى يا صديقي كده الدرس الاول بقوانينه، ما كانش فيه قوانين كتير. طيب ممكن اخد شفطه من القهوه بعد اذن حضرتك؟ ماشي يا مستر اتفضل. يا مستر اتفضل. ده مستر انت بتعمل لنا بقى فيديوهات مش عارف مين؟ لا يا عم كمل. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه الدرس الثاني، الملف الدائري والملف اللولبي اسهل من بعض، ولكن هو كان الدرس الاشد افكار والاشد، طبعا اشد يعني اكتر افكار، وغالبا برضو هي مش اصعب افكار ولكن اكتر افكار. عندنا ملف دائري، ملف لولبي. ايه حوار بقى الملف الدائري والملف اللولبي؟ الملف الدائري القانون بتاعه البي كانت بتساوي من منير، قدامك حل من 2. في ناس جميله قوي بتقول ان القانون ده اسمه منير، وفي ناس بتقول ان القانون ده اسمه مونيتور، او خلينا نكتب الصح بقى بتاعها مونيتور. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه الفرق بين القانونين دول؟ ركز معايا بالله عليك. منير هتنسى الاثنين بنسبه 90%، وانت بتقول منير هتنسى الاثنين. طب لو قلت مونيتور يبقى انت ما نسيتش الاثنين، يبقى انت كده مصلحه، يبقى ميو ان اي على 2 ار. ده بالنسبه للملف الدائري. اللولبي ميو ان اي على ال، وده اسمه ايه؟ الناس كلها مسمياه قانون الحاج منيل او منيل على طول، كله بيقول نفس الكلام. طيب يلا يا سيدي، ده منيل يبقى ميو ان اي على ال، طبعا نفس الميو. الان والان هنا عدد اللفات، ودي ليهم حوار جميل لوحدهم. طبعا التيار ممكن يبقى لك برضو في بي على ار زائد ار، نفس الكلام اللي قلناه من شويه فمش هنعيده. نص القطر بالنسبه لنا هنا هو نص القطر بتاع الملف، يعني لو عندك ملف دائري كده ادي يا سيدي ده نص القطر بتاع حضرتك. طيب بالنسبه للملف اللولبي عامل كده، وتيجي تبص تلاقي شكل كده، يبقى تيجي تقول مثلا ان ده هو الطول اللي في القانون. تعالى بقى ناخد الان لوحدها، لان الان دي فيها شغل كتير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للان، الان دي ممكن يقول لك حلقه، فالان بتساوي 1. ممكن يقول لك يجيبها لك بالشكل ده، ايه ده مستر دي ربع لفه يعني الان بربع، اقول لك اه. او ممكن تقول لي يعملها لك بالشكل ده، يقول لك دي مثلا 60 درجه. هو انا اعرف ال 60 درجه دي ايه؟ لا، فهو ممكن نقول الان بتساوي 60 على 360. الكلام ده اشتغلناه كتير قوي، بس انا بحاول اجمعه لك في حته معينه، فكنا بنقول السيتا على 360. بس تخلي بالك مش اي سيتا يديها لك. يعني مثلا لو عمل لك شكل كده وقال لك الجزء ده ب 30 درجه، هو ايه ال 30 درجه دي؟ هو انا تيجي تقول لي خلاص يا مستر دي 30 على 660؟ لا، السيتا في اللحظه دي هي السيتا اللي بصه على الملف. لازم تكون بص على الملف. هل السيتا دي بص على الملف؟ لا، ده اللي بص على الملف اللي جوه. طب هي كلها بكام؟ ب 360. نشيل منهم 30 يبقى 330 درجه. يعني الان بكام؟ ب 330 على 360. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص يبقى ده جزء الان. طبعا اهم جزء في الان
اللي هنقوله دلوقتي لما يقول لك انه سلك مستقيم تحول لملف ايه؟ لملف دائري. اقول لك عينينا الاثنين، ادي يا عم اهو سلك مستقيم لملف دائري. طبعا السلك ده بيكون ليه طول السلك، والملف الدائري بيكون ليه نص قطر. طيب كنا بنشتغل قانون بنقول ان ال اللي هو طول السلك اتحول لايه؟ اتحول لدايره او اتحول لملف دائري. بس هو انا بلفه على ملف دائري، بلفه على الاطار. فاكر ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه المحيط بتاع الدايره اللي هو 2 باي ار. هو انا كده لفيته للمحيط واحد. هو انا بلفه المحيط واحد ولا عدد من اللفات؟ لا، عدد من اللفات. فطلع معايا قانون ان ال بتاعت السلك، طول السلك، بيساوي 2 باي ار في الان. ده في حاله ان سلك تشكل على شكل ايه؟ ملف دائري. او ممكن نقول ان الان بقى خلاص بتساوي، او نكتبها فوق في الورقه اللي فوق، الان بتساوي ال على 2 باي ار. خلاص دي خلاصه الشغل بتاع حضرتك، ودي كانت جميله قوي وكان عليها افكار حلوه قوي. طبعا الار ده نص قطر الملف. تعال الخص لك حاجه جميله قوي عشان ما تضايقكش. عندنا شويه حاجات. اول حاجه عندنا كام ار؟ عندي الار اللي هي اول حاجه خدناها في الفصل الاول، نص القطر السلك. طبعا نص قطر السلك ايه؟ القطر دي. انت مستر صوت عربي ولا ايه؟ ما تكتب عدل. حاضر يا عم. نص قطر السلك دي خدناها. وبعد كده خدنا المقاومه الداخليه، وبرضو خدنا نص قطر الملف. كلهم ار كده صغيره. والله كلهم ار صغيره. نص قطر السلك دي ظهرت فين؟ ظهرت في رو اي في ال على مساحه السلك اللي هي كانت باي ار تربيع. دي اللي هي ايه؟ لما يجيب لك سلك كده، دي سمك السلك، بنقول عليها سمك ايه؟ السلك. ده جزء. المقاومه الداخليه دي اللي ظهرت في ان الاي الكلي بيساوي في بي على ار زائد ار. طبعا الار خارجيه زائد الار الداخليه. نص قطر الملف دي ظهرت في ميو في الان في الاي على 2 ار. دي بتاعه الملف. يعني لو عندك ملف عامل كده، دي نص القطر بقى بتاعه الملف. يعني الملف لفات كتير، دي نص قطر الملف. طبعا في برضو اللي لسه مقابلينها دلوقتي ال على 2 باي ار، دي مين؟ الان. وبرضو الار دي هي نص قطر الملف. يعني ظهرت تقريبا في 4 قوانين، ممكن ظهرت في قانون كمان ولكن الذاكره مش جايه معايا. خلاص ده بالنسبه للار الصغيره بس. طيب انت ليه يا مستر بتعمل كده؟ لانك يا حبيب قلبي في الفصل الثالث والفصل الرابع الرموز هتبدا تتعاد عليك. ففي رمز انت عارف ان ده نص قطر وده نص قطر، بس ما نص قطر مين وده نص قطر مين. فلما يجي لك في المساله ده نص قطر الملف ونص قطر السلك، تقعد قدام القانون، هو انت كنت انهي واحد اللي بنعوض؟ فهمت؟ فعشان كده بحاول اربط لك الرموز ببعض، وده جزء مهم جدا. ده بالنسبه للملف الدائري. تقريبا كان عليه يجي 80 سؤال، وهتلاقي الملف اللولبي وراه بتاع 20 ولا 30 سؤال، لان الملف الدائري هي الافكار كلها هتلاقيها بتتعاد تاني في الملف اللولبي. طبعا ميو في الان في الاي على ال. هتسمع الكلام ده كله اللي انا بعده لك. الان هي برضو كل حاجه تقدر تقول عليها، انما الاي بالنسبه لحضرتك هي مين؟ في بي على ار زائد ار. ال ده طول الملف اللولبي. تقريبا اكتر فكره مشهوره بتيجي هنا لما يقول لك ان اللفات تكون متماسه، وده شرحناه في الفيديو بتاع الملف الدائري والملف اللولبي. الفيديو نزل بتاع الدرس كامل. طيب تعالى نتخيل معايا الملف اللولبي الاول، وبعدين نبدا نديله ايه؟ نخلي اللفات متماسه. هي كده اللفات متماسه يا مستر؟ اقول لك لا، اللفات مش متماسه. يبقى ده الطول بتاع حضرتك. طيب لو جينا نرسم اللفات متماسه، تخيل بقى ان السلك بتاع السماعات اللي اتدشملت. والله قاعد بشرح على السلك ده بقالي اسبوعين، السلك ده اتدشمل خلاص. تخيل معايا كده لو جبنا الملف اللولبي اهو شايف كده. يعني تحاول تتخيل معايا اهو الملف اللولبي ايه. طبعا عشان الشاحن فمش عارف يظبط. تعالى احاول اظبطها لك تاني. ادي يا عم الحاج الملف اللولبي اهو. خلاصه الحوار لو جينا فردناه هتلاقيه بقى ايه؟ ملف لولبي. طب لو قال لك ضغطت الاسلاك لحد ما اصبحت متماسه، بص بقى كده، استنى اظبطها لك اهي، لحد ما اصبحت اللفات متماسه. بص بقى، عايزك تتخيل معايا عشان هرسمها على العباد. بص كده، كده اللفات اصبحت متماسه بتاعه الملف اللولبي. صح كده؟ مظبوط يا مستر، صح كده. خش يا باشا معايا. يبقى انا كده اقدر ارسم اللفات بالشكل ده. شايف؟ ادي اللفه الاولى، جنبها اللفه الثانيه، جنبها اللفه الثالثه، جنبها اللفه الرابعه. مظبوط كده؟ مظبوط يا مستر. طيب ما تيجي بقى تقول لي يا مستر هي اللفات لما تكون متماسه كده نقدر نعمل ايه؟ اقدر اقول لك هو الطول ده مين؟
ده ال يا مستر، انت قلت لي الطول ده بتاع الملف اللولبي هو ال، بس المره دي الحاجات دي اتكربست فبقت لازقه في بعض. اقول لك ماشي، هو الطول ده كله هو عباره عن ايه؟ اشتغلناها في الحصه واشتغلناها في المسائل، ولكن انا جاي الم لك الافكار. فهنا تخيل معايا كده، هو ده مين؟ شايف كده هما 4 اسلاك جنب بعض صح؟ يلا يلا اثبت بقى يلا، اهو 4 اسلاك جنب بعض. هو مش ده السمك بتاع السلك؟ ده سمك السلك اللي هي الاتنين ار، بس الار ده ايه؟ نص قطر السلك ولا الملف؟ لا ده نص قطر السلك. طيب هو انا هنا عندي كام واحد؟ واحد كام عندي كام لفة؟ 1 2 3 4 5 6، 6 لفات. يبقى انا لو جبت الطول ده كله، الطول ده كله هو عبارة عن ايه؟ تخيل بقول لك ان السلك من دول سنتي، قطره سنتي، فتقول لي سنتي 2 3 4، لان هم 4 اسلاك فيبقى 4 سنتي اللي هو طول الملف. يبقى في الفكره دي كنا بنقول ان ال بتساوي قطر السلك اللي هو 2 ار في عدد اللفات. ودي لما ترجع تعوض في القانون اللي هو البي بتساوي ميو في الان في الاي على ال، تعوض بالال تبقى ال هتبقى 2 ار في الان، وهنا ميو في الان في الاي، تلاقي الان طارت مع الان فتبقى لك ميو في الاي على 2 ار. والار دي تخلي بالك هي مين؟ دي نص قطر مين؟ السلك. وهتلاقي القانون ده موجود برضو واشتغلنا عليه في المسائل دي، مش حاجه جديده. ده بالنسبه للملف اللولبي. طبعا اخر جزئيه في الدرسين دول جزئيه اعاده التشكيل. لما يقول لك ملف دائري العدد اللفات بتاعه 4، اعيد تشكيله فاصبح الان عنده بتساوي 6 لفات. ايه ده؟ هو كده التغير في مين؟ هو انا لما يبقى عندي نفس السلك ده، الكلام ده احنا بنعيد تاني، السلك ده تخيل لفته 3 لفات بالشكل ده كده اهو، او 4 لفات. بص يا اسطى شايف كده ده نص القطر، شايفني من جوه صح؟ طيب لو زودت عدد اللفات، هو عدد اللفات بس اللي يتغير ولا يتغير كمان؟ يتغير كمان نص القطر، يتغير نص القطر. زي بالظبط لما كنا بنقول سلك مستقيم اعيد تشكيله او تم سحبه او تم ضغطه او الكلام ده كله، فساعتها بنقدر نقول ايه؟ ساعتها بنقدر نقول ان في تغيرين، تغير في الان وتغير في الار. فنقدر نتكلم ان الان والار تغيروا. طب شفت لما انا زودت عدد اللفات ايه اللي حصل؟ لما انا زودت عدد اللفات نص القطر قل، فنقدر نقول ان عدد اللفات ونص القطر علاقه عكسيه. فيقدر يا باشا نقول ان القانون بقى اللي ظهر معانا ساعتها ان البي 1 على البي 2 بتساوي ار 2، او خلينا نعملها بالانات الاول، ان 1 تربيع على ان 2 تربيع، او بيساوي ار 2 تربيع على ار 1 تربيع. خلاص يبقى كده ايه؟ يبقى كده بالنسبه لنا هي دي القوانين. دي جت منين اصلا؟ القانون ده اثبتناه قبل كده، بس الان على الار هم اللي متغيرين. جرب مره تشيل الان ومره تشيل الار. لو شلت الار حطيت مكانها 1 على الان، ان علاقه عكسيه يبقى ان في ان. لو عكست دي طبعا تبقى ان تربيع والار عكسها تبقى 1 على ار تربيع. ده كان الاثبات بتاعها لو ملف دائري اعيد تشكيله. طيب لو ملف دائري تحول وبقى ملف لولبي، طبعا هو الملف الدائري مش كده، انا بس بحاول اخلي لك ايه، كاني بفرده لك بس شويه صغيرين كده، بس عشان ايه تتخيل معايا ان ده ملف دولي عايز دائري، عايز نرسمه لك. يا عم ارسمه لك. ارسمه لك ازاي؟ اهو، ما انا هقعد اشخبط لك فوق بعض كده فهتحس ان مفيش حاجه، فاهم؟ طيب تعالى معايا يا ريس بقى، يبقى دي الان تربيع ودي الواحد على الار تربيع. طيب الملف الدائري لما يتحول لملف لولبي، تعالى يا باشا، هو في الحاله الاولى كان دائري، في الحاله الثانيه هو لولبي. يبقى انا اقدر اقول بي دائري على بي لولبي. يلا يا باشا، بي دائري على بي لولبي بتساوي البي دائري ميو في الان في الاي، منير او مونيتور زي ما تحب. البي لولبي اللي هي بس هتضرب وتشقلب، فميو في الان في الاي على ال، تحت اللي تحت بيطلع فوق. ميو في الان في الاي يطير مع ميو في الان في الاي، لانك لما تعيد تشكيل مش انت بس فردت اللفات وانت غيرتها، لا، يبقى الان ما اتغيرتش ولا التيار اتغير ولا ميو اتغيرت. يبقى ال اللي هو طول الملف اللولبي على الاتنين ار، يبقى ال على 2 ار. ده برضو قانون ظهر معانا. طيب اخر جزئيه معانا لما يقول لك ان سلك خلينا نقولها كده تاني، لما يقول لك ان ملف لولبي تم قص الملف اللولبي مثلا الخمس بتاعه، وتم توصيل الجزء المتبقي منه اللي هو 4/5. مره يقول لك تم توصيله بنفس، مرة يقول لك تم توصيله بنفس المصدر وبنفس التيار. تعالى كده نعمل بنفس التيار الكهربي
ومره يقول لك بنفس المصدر. الكلام ده بقى افكار، فانا ما بحبش اقعد اعرض لك في الافكار ان احنا نحفظ قوانين، ولكن بوريك الطريقه بتاعه الفكره دي عشان كانت مهمه جدا. البي مثلا لو ملف دائري تم قصه فبيبقى ميو في الان في الاي على 2 ار. هو انا لما اقص لفه من فوق او لفتين من فوق اقص الخمس بتاعهم، هل اللفات دي نص قطرها اتغير؟ لا، انا مش بعمل لهم اعاده تشكيل، ده انا قطعت شويه رميتهم، طب الباقي حد يجي جنبه؟ لا، فدول ثوابت، الميو ثابت. طبعا اللفات اتغيرت، هل التيار اتغير؟ لا، يبقى ساعتها البي والان علاقه طرديه، ده لو ملف دائري. طيب لو ملف لو قصدي اتوصل بنفس المصدر، ساعتها هتبقى ميو في الان على 2 ار، وساعتها هتفك الاي لفي بي على ار. طيب خلينا واحده واحده. الميو ثابت، 2 ثابت، قلت لك نص القطر ما اتغيرش لما بتقص شويه لفات. فاضل لك الان وقال لك اتوصل بنفس المصدر، يبقى الفي بي ثابت. دي كانت الفكرتين مشهورين قوي. فاضل لك الان على الار. تعال نفكر فيها كده. الان اتغيرت لانك قصيت خمسها عادي. طب الار، هو انا لما اقص خمس اللفات اللي هي خمس برضو الطول بتاع السلك او خمس السلك اللي هي خمس السلك اللي هو خمس المقاومه، يبقى انا لما اقص خمس المقاومه يبقى لي 4 على 5 متبقيه من المقاومه، صح ولا لا؟ صح. يبقى اقدر اقول برضو ان دي هتلاقي 4 على 5 ودي 4 على 5 وطارت، او اشتغلناها في المسائل ازاي. الار دي بتتفك رؤيه في ال على الايه. طبعا سمك السلك محدش جه جنبه ونوع السلك محدش جه جنبه. فاضل لك ال دي كانت بتتفك الايه؟ فكناها فوق اللي هي طول السلك، بيتفك الاتنين باي في الار في عدد اللفات. ارجع معايا تاني، نص قطر اللفات محدش جه جنبه والاتنين باي ثوابت والان طارت مع الان. يبقى ملف دائري تم قصه ايا كانت النسب وتوصيله بنفس المصدر بيعمل اي حاجه؟ مش بيعمل اي حاجه. فالبي 1 تكون بتساوي البي 2. طبعا انت بتحفظها؟ لا، انت بتشتغل عليها، ان نفس نسب المقاومه هي نفس نسب عدد اللفات. ما انت لما تقص عدد اللفات وهي نفس نسب الطول على فكره. ما انت لما تقص اللفات قصيت ربع طول السلك، قصيت ربع المقاومه بتاعه السلك. ده الملف الدائري. هتلاقي واحده شبيهه للملف اللولبي برضو، ميو في الان في الاي على ال، وتشوف ايه اللي اتغير وايه اللي ما اتغيرش. ده بالنسبه لمين يا ريس؟ ده بالنسبه للملف الدائري والملف اللولبي. تعال معايا بقى ندخل للجزء بتاعنا وهو الدرس الثالث، وهي القوه المغناطيسيه. القوه المغناطيسيه يا ابو الصحاب كانت الاف بتساوي بي في الاي في ال بالساين سيتا، وساعتها السيتا ظهرت تاني مره كمان، ولكن المره دي اللي ظهرت فيها هي البي مع التيار. القوه ادي التيار وادي ده التيار طبعا اللي هو بالنسبه لنا بيبقى السلك مثلا جاي له مجال بالشكل ده، فده المجال. يبقى هي السيتا بين البي وبين التيار، بين السلك وبين المجال، دي الساين سيتا. يبقى قلت لك ما تحفظش حاجه، كلها ظاهره في القوانين. ده البيل ساين سيتا كنا بنعملها بفليمنج لليد اليسرى اف بي اي، اللي هم المخابرات بتاعت امريكا. اف بي اي، اف قوه، بي مجال، اي تيار. يبقى الاف بتساوي بي في الاي في ال، وطبعا الاف وحدتها نيوتن، ودي الساين سيتا. والافكار بتاعتها برضو كانت جميله ما فيهاش اي اكشن. ال ده طول السلك، الاي برضو ممكن يجيبها لك في بي على ار زائد ار، او في بي على ار بس. البي ده المجال برضو اللي جاي لك الخارجي. فالمجال اللي جاي لك الخارجي بقى ممكن يربطه لك بالدرس الثاني ويقول لك والله سلك مستقيم موضوع في مجال بسبب ملف دائري. يبقى ساعتها المجال جاي له من مين؟ من ملف دائري، او جاي له من ملف لولبي. يبقى ساعتها ميو في الان في الاي عليه، او جاي له يا عم من سلك مستقيم من بعيد، يبقى اي ميو على 2 باي دي، وهكذا. يبقى على حسب هو جاي له منين المجال، ولكن المجال جاي من بعيد اللي هو مجال خارجي مش المجال بتاعه سلك. يبقى خلاصه الحوار هنا ان سلك فيه تيار، سلك مر فيه تيار محطوط في مجال مغناطيسي، نقدر نقول عليها ايه؟ نقدر نقول ان السلك هيتحرك ويبقى ليه قوه اف. ده بالنسبه للسلك. بعد كده دخلنا في قوه السلكين، لو سلكين في نفس الاتجاه او سلكين في عكس الاتجاه. السلكين اللي في نفس الاتجاه بيعملوا الاتنين كده صحاب باصين في نفس الاتجاه فيعملوا تجاذب. الاتنين عكس بعض زعلانين من بعض يعملوا تنافر. فطبعا ده وده هيتحركوا كده، وبرضو ده وده هيتحركوا كده، فنقدر نقول ان ده تجاذب وده تنافر. اتفقنا. وساعتها بقى قانون القوة المشتركة بين سلكين، بنقدر نقول ان الاف او القوة المتبادلة بنقول ان الاف بتساوي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. يعني القوة بين سلك 1 و 2 هي ميو تيار السلك الاولاني تيار السلك الثاني ال على 2 باي دي، وهي السلك ده بيأثر على ده بقوة مثلا 50 نيوتن، يبقى برضو ده بيأثر على ده بقوة 50
نيوتن، لان لو انت عكست عايز تشوف قوه 2 على 1 هتقول ايه؟ ميو اي 2 اي 1 ال على 2 باي دي. بص الاتنين دول برضو اتعكس اتجاههم، ولكن في الضرب ما بيفرقش، فالقوة المتبادلة من 1 على 2 هي من 2 على 1. طب يا مستر الافكار اللي جت هنا برضو التيار يجيبها لك بفي بي على ار والعبط ده كله، او الطول. هو مين الطول ده؟ ده الطول مش الطول القصير، ما تبقاش زي الناس اللي بتقول الطول القصير، ده غلط الكلام ده، مش الطول القصير، الطول المشترك، مش الطول القصير، مفيش حاجه اسمها الطول القصير. يعني اعمل لك كده مثلا هنا نفعت فعلا، ده الطول المشترك هو الطول القصير، مظبوطه فعلا. يبقى دي مثلا لو 40 سم ودي 60 سم، السلك طبعا كله 60 سم، هتاخد مين؟ ال 40 لان دي المشترك. ما ممكن يعمل لك كده 40 ويعمل لك كده سلكين كده. تعالى اعملها لك تاني كده اهو، كده اهو. تعالى بقى نقيس السلك الصغنطوط ده كله ب 10 سنتيمتر، يبقى برضو الجزء بقى ده الحته دي ب 10 سنتيمتر، ويقول لك السلك ده كله مثلا او الحته اللي فوق دي 40 سنتيمتر او ايا كان. المهم ان الجزء المشترك هو مين؟ شايف؟ يبقى ده الجزء المشترك. تحسبه بقى زي ما تحسبه في المساله، يقول لك السلك ده كله مثلا كان 50 سنتيمتر، او مثلا خليها يا عم 45 سنتيمتر. يبقى المساله دي يبقى الجزء اللي متبقي من ال 40 قد ايه؟ 5 سنتيمتر. يبقى هو الجزء ده المشترك، انما مش المشترك الطول القصير. يبقى مش كلمه الطول القصير مش صح، ده حفظ كده بصمجه، مش اي حد كده. انما الصح انك تفهم هو مين الطول، ده الطول المشترك. يعني لو عندي سلك كده، هي بتنفع دايما ان الطول القصير هي المشترك، الا في حاله انه يرسم لك واحد كده وواحد كده، واخد بالك؟ هو كده الطول المشترك فين؟ ده الطول المشترك، ده اللي هيبقى فيه قوه تجاذب وتنافر. طب الباقي لا خلاص مفيش تجاذب وتنافر. الطول المشترك لو دي 20 سم دي 20 سم، ما ممكن ده كله ب 40 وممكن ده كله ب 30. هل هاخد ال 30؟ لا انا هاخد المشترك. فما تقعدش تحفظ تقول ده الطول القصير الطول القصير، لا ده الطول المشترك. 2 باي دي طبعا دي هي المسافه العموديه بين السلكين، فنقدر نقول هي المسافه العموديه بين سلكين. اتفقنا يا ريس؟ اتفقنا. ده بالنسبه للقوه المتبادله. وبعد كده في درس القوه اللي هو في الدرس الثالث دخلنا على اخر جزئيه في الدرس الثالث، وهي البي في الاي في الاي في الان ساين سيتا. واخيرا ظهر عزم الازدواج معانا. البي المجال، الاي التيار، الاي مساحه الملف، على حسب بقى هو طبعا ملف ايه، ولكن في الغالب بيكون الطول في العرض، عدد اللفات، وساين سيتا. دي الساين سيتا دي ظهرت في الجزء ده اخيرا. كل مره بتكون الملف والمجال. المره دي اخدنا بعد كده في وسط الدرس حاجه اسمها عزم ثنائي القطب، وانت عرفت ان عزم ثنائي القطب بالمنظر ده كده. استنى. كده بالشكل ده. لو انا عزم ثنائي القطب، لو التيار عامل كده، عزم ثنائي القطب بيكون دائما عمودي على الملف. وبتعرفوا ازاي؟ بتعرفوا من اتجاه التيار. فلو التيار طالع لفوق كده يبقى عزم ثنائي القطب خارج من الصفحه، او احنا رسمينها 3 دي فنقدر نشوفها تقريبا هيكون خارج من الصفحه بالشكل ده. يبقى لما نقدر نقول عزم ثنائي القطب هو دايما العمودي على الملف. فلما نرجع للقانون، هو مين الاي في الاي في الاي في الاي في الان؟ ده عزم ثنائي القطب. يبقى هي الزاويه بين عزم ثنائي القطب والمجال المغناطيسي. مش انت عارف ان عزم ثنائي القطب ده دائما عمودي على الملف؟ اقول لك يبقى هو العمودي على الملف والمجال. دي مين؟ دي السيتا بتاعت حضرتك. يبقى السيتا المره دي اول مره تكون العمودي على الملف والمجال. دايما كانت بتكون السيتا هي مين؟ السيتا هي بين الملف والمجال او بين السلك والمجال. المره دي في عزم ثنائي، في عزم الازدواج، هي الزاويه بين العمودي على الملف والمجال. طبعا خلي بالك عزم الازدواج ما فيهوش ساين سيتا لانه دايما عمودي. ففي سؤال مشهور قوي يجيب لك الام دي مع السيتا، تقول له طبعا ثابته ملهاش دعوه ببعض. طيب عزم الازدواج ده ليه علاقه بالسيتا. يبقى انا دلوقتي عزم الازدواج بشتغل مع مين؟ مع العمودي على الملف والمجال. تعالى يا باشا نشتغل. لو الملف بالشكل ده اهو والمجال موازي ليه بالشكل ده، تعالى نشتغل. هو انا بشتغل في عزم الازدواج العمودي على الملف والمجال ولا الملف والمجال؟ لا العمودي على الملف والمجال. يبقى دايما في عزم الازدواج تروح راسم عمودي على الملف، دايما 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 اهو كده. الزاويه بين العمودي على الملف والمجال كام؟ 90 درجه. يبقى ده ساعتها عزم الازدواج بساين 90، اللي هي عزم الازدواج تي ماكس، اللي هي اقصى قيمه، ان ساين 90 قيمه عظمى. طب تعالى نعمل واحده ثانيه. ادي برضو الملف اهو، ولما المجال يكون متعامد عليها، ده المجال. تعالى يا باشا نشتغل. هو انا في عزم الازدواج
بشتغل ايه؟ بشتغل في عزم الازدواج بين الملف والمجال، ولا العمودي على الملف والمجال؟ العمودي على الملف والمجال. قلت لك دايما ترسم العمودي على الملف بالشكل ده اهو كده. الزاويه بين العمودي على الملف والمجال في زاويه ولا اتنين موازيين لبعض؟ موازيين لبعض، يبقى ساعتها ساين كام؟ ساين 0. فلما تيجي تعوض يبقى التاو هنا ب0. يبقى التاو لو المجال موازي للملف بكام؟ بقيمه عظمى. ولما المجال المجال ايه بقى؟ عمودي على الملف. خلاص، يبقى طبعا المجال هو عمودي على الملف بصفر. طيب لو قال لك انا بادئ من الموازي، دي برضو كانت من الرسومات المهمه، او بادئ من العمودي. الكلام ده كله هيتشرح بالتفصيل في الورشه، فلو حابب تشترك انت عرفت السكه منين. طبعا الرقم موجود ومكتوب فوق. لو بادئ من الموازي يبقى بادئ من القيمه العظمى، مظبوط، ويبدا الدوران من القيمه العظمى. مش هو يعمل ايه؟ دوران من الموازي، يبقى هيبدا من القيمه العظمى ويبدا يظهر 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 يظهر، وبعد كده يبدا يكبر 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 وهكذا. ما هو هيبقى شويه موازي عمودي موازي عمودي. فهو بعد اول ربع دوره، يعني في الاول خالص هو موازي يبقى قيمه عظمى، بعد ربع دوره بقى عمودي فبقى بصفر، بعد ربع دوره بقى موازي فبقى بصفر، بقى قيمه عظمى بس في الاتجاه العكس. يعني لو دي عند الصفر درجه 90 درجه، عند ال 180 درجه 270 درجه 360 درجه، يبقى كل ربع دوره بيغير، يبقى عمودي موازي موازي عمودي، بس لما يبقى من القيمه العظمى للقيمه العظمى الثانيه في الاتجاه السالب. طبعا الرسمه بتاعت لو بادئ من العمودي بتكون نفس الرسمه، الفرق الوحيد ان هو بيكون بادئ من الصفر وبعد كده يزيد ويقل. طبعا مش بتبقى كده يعني المفروض ان الشكلين يكونوا متماثلين. خلاص، ده بالنسبه لعزم الازدواج. وكان في شويه كلام في النظري في عزم الازدواج وازاي الاثبات، والكلام ده كله اتشرح بالتفصيل قبل كده. فتعالى ندخل معانا على الاجهزه، وانا عارف انك داخل مخصوص عشان الاجهزه، فيلا يا باشا بسم الله توكلنا على الله على الاجهزه. يلا يا برنس على الاجهزه. الاجهزه عندنا كام جهاز؟ جلفانومتر، اميتر، فولتميتر، اوم ميتر. طيب بسم الله. الفولتميتر او قصدي معلش الجلفانوميتر او جلفانومتر على طول، فكره العمل بتاعته هي عزم الازدواج. وكان القانون بتاعه لما يقول لك جلفانومتر مكون من او مش عارف ملف وموضوع في مجال كذا مش عارف ايه، ايا كانت المساله، في الاخر الجلفانومتر كانت واحنا بنركبه بنعمل له اقطاب مقعرين عشان يفضل دايما المجال والملف موازيين لبعض. فكده فاكر لما كنا من شويه بنقول ان المجال موازي، فساعتها يكون عزم الازدواج قيمه عظمى، وده اللي احنا كنا بنحاول نوصله في الجلفانومتر. وقت ما تسمع ان الجلفانومتر على طول بي في الاي في الان وساين 90 بواحد، يبقى دايما قيمه عظمى. تشتغل يا باشا الشغل العادي بتاع عزم الازدواج، والمسائل دي ما اظنش ان كان فيها حاجه صعبه. ده بالنسبه للجلفانومتر. الجلفانومتر غير لما يقول لك القانون بتاعه، فيبقى بي في الاي في الاي في الان. وحساسيه الجلفانومتر، حساسيه الجلفانومتر هي كانت سيتا على الاي. السيتا دي السيتا بتاعت المؤشر، والاي هي التيار. يعني مثلا ساعات يجي يقول لك ايه، يقول لك مؤشر مش عارف ايه جلفانومتر، يديك البي والاي والاي والان ويقول لك زاويه انحراف المؤشر 30 درجه، فانت زي العبيط تقول يقول لك احسب لي عزم الازدواج، تقول له خلاص بي في الاي في الاي في الان ساين سيتا. دي غلط. في فرق بين السيتا بين الملف والمجال، وفي سيتا بين المؤشر. السيتا بتاعت المؤشر دي بتاعت الحساسيه بس، انما السيتا بتاعت الملف والجهاز في الجلفانومتر بين الملف قصدي والمجال بتكون لما بيكون موازي بيكون قيمه عظمى، فساعتها تبقى ساين 90. يعني ده قانون عزم الازدواج لما تسمع كلمه جلفانومتر، والحساسيه سيتا على الاي. كان في قانون تافه قوي، انا بصراحه يعني بضحك لما الناس بتعمله قانون، بس هو موجود عندك في الكتاب. لما يجيب لك مؤشر كده ويبقى مثلا 1 هنا عند 2 4 6 8 10، فيعني حاجه عبيطه قوي، فيقول لك ان ال10 دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن المسافه بتاعت الوحده اللي هي ب2. عددهم كم مؤشر؟ 1 2 3 4 5 في 5 تبقى ب10. موضوع تافه جدا. يعني ايه؟ يعني الانحراف الكلي او تدريج الجهاز كله، تدريج الجهاز مش ال10 دي تدريج الجهاز كله، اقول لك بتساوي المؤشر او الشرطه الواحده في عددهم. تدريج ايه بقى؟ اسمها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤشر مش راضيه تيجي، مش عارف ليه نسيتها. يبقى هي التدريج بتاعهم هي عدد المؤشر، عدد ايه؟ هي القرايه بتاعت الجلفانومتر عددهم في، انا عارف القانون بس انا بقول لك انا ما بحفظش القانون اصلا. هي عدد تدريج الوحده في عددهم.
التدريج بتاع الواحده قد ايه؟ 2. عددهم كام واحده؟ 5. ده اكبر مثال انك مش لازم تحفظ القوانين، تبقى فاهم القوانين ماشيه ازاي. طبعا القانون ده قانون مستنتج كده اللي هو ايه يعني، صبح صبح يا عم الحاج. طبعا هي الحته دي بقد ايه؟ ب2. هما كام حته؟ 5 حتت، يبقى اكيد 2 في 5 ب10. ده لو واحد، ده انت لو بتعرف تروح سوق الخضار كده تنقي لك شويه حاجات، يعني الحاجات دي بالنسبه لك هتكون قشطه يعني صباح الفل. انا معايا 5 كيلو طماطم، تمام، 5 اكياس كل كيس فيه كيلو، يبقى التوتال كام؟ 5 كيلو. 5 في 1. لو كل كيس فيه 2 كيلو وهم كام كيس؟ 5، يبقى 5 في 2 ب 10 كيلو، كله 10 كيلو. صباح الفل يعني، فاهم؟ فمش لازم كل حاجه يعني. انا بحس القانون ده بيعقد الدنيا، مع انه قشطه يعني. هو لما يقول لك التدريج الواحده ب2، هم مثلا يقول لك كام؟ يقول لك هم 100 شرطه، يبقى اكيد التدريج الكلي بكام؟ 2 في 100. صباح الفل. يقول لك انحرف للنص، هو لما كل التدريج 100 يبقى نص التدريج 50، يعني 2 في 50 ب 100، فاهم؟ ما هو التدريج كله 200، يبقى اكيد نص التدريج 100، اللي هو يقول لك ربعه 50. يا عم صباح الفل، صباح الفل بقى. ركز بقى بالله عليك العبط اللي انت بتغلط فيه ده. طيب ده بالنسبه لحته التدريج التافهه دي، اللي هو يقول لك ايه، انا عارف ان في ناس بتلخبط والله، فخليني اقولها تاني بسرعه. لما مثلا صفر، لو التدريج كله ب 100 يقول لك انحرف لربع التدريج، اعمل ربع 1 على 4 في 100 يبقى عند 25. مثلا يقول لك عند النص يعني عند ال50. صباح الفل، انت قافش التدريج كله. يقول لك منتصف التدريج عند ال50، يبقى التدريج كله كام؟ يا معلم 100 يا معلم. هو ايه السؤال ده؟ ايه يعني انت سايب الفصل كله جاي تغلط فيه؟ طيب ما ترخمش علينا يا مستر وخش في اللي بعده. حاضر. الاميتر، بص خليني اقول لك خلاصه الاجهزه، وانا عارف انك داخل في الجزء ده على الاجهزه. خلاصه الاجهزه يا معلم، وخلينا ننجز. طبعا الاجهزه هتتشرح بالتفصيل في الورشه، فلو حابب تدخل على الورشه تقدر تشترك فيها، تبعت للرقم اللي فوق ويبعت لك فورم تسجل فيها وتدخل معانا الورشه باذن الله في نهايه الاسبوع الحالي اللي احنا فيه. خليني اقول لك الاجهزه بالشكل السريع من ناحيه القوانين ومن ناحيه الافكار هتعرض في الورشه. من ناحيه القوانين، انت يا معلم المسائل بتاعت الاجهزه من الاخر لواحد كان بيتلخبط فيهم وهو في ثانويه عامه حاجتين: واحد، يا تشتغل فصل اول يا تشتغل فصل تاني. احنا هنشتغل في ايه؟ فصل اول، وده الخلاصه، هنشتغل الاجهزه فصل اول. طب بالنسبه للفصل التاني هنعمل ايه؟ هتبقى مسائل الحساسيه. يبقى اي مساله يقول لك مثلا حساسيه الجهاز، هقسمهم لك دلوقتي. الحساسيه، او يقول لك انحرف للنص، للربع. عارف المسائل دي هتلاقيها وانت بتحل من انحرف للنص، انحرف للربع، انحرف للتلت، انحرف لمش عارف ايه وهكذا. ده بنشتغل بطريقه. اي حاجه تانية بتشتغل فصل اول. اي حاجه غير مسائل انحراف للنص، للربع، الحساسيه النص، الحساسيه ربع، مش عارف ايه، اي مساله تانية بتشتغل فصل اول. طيب بشتغل فصل الاول ازاي؟ برسم الرسمه. يبقى انا لازم ابقى عارف الرسمه بتاعت كل جهاز. ازاي؟ لما يقول لك ان انا اميتر، هو معلش يعني هو الاميتر ده، تعالى كده نفرطهم تحت بعض كده. ادي هو الاميتر، وادي الفولتميتر، الكلام ده مش هتلاقيه في حته والله، وادي الاوم ميتر. طبعا الاوم ميتر ده اتفهم. الاميتر هو بالنسبه لي هو البابا في اللعبه هنا. الاميتر هو البابا. لما يقول لك كلمه اميتر، مش احنا هنشتغل في فصل اول يا مستر؟ اقول لك الاميتر هو عباره عن مقاومه الجلفانو ركبت معاها مقاومه اسمها ار اس اللي هي مجزء التيار. بس كده بس كده. فلما تيجي تشتغل فصل اول هترسم لي الرسمه دي. هو يا عم فاكر في الفصل الاول لما بيجيب لك مقاومتين زي دول كنت تقول لي يا مستر دي حاجه حلوه قوي، ده يا ريت المسائل كلها تبقى مقاومتين بس واشتغل توازي فيهم لان دول توازي ففرق الجهد ثابت، يا ريت اشتغل مقاومتين بس. طب لما جيت لك في الفصل الثاني وقلت لك خلاص يا باشا الاميتر مقاومتين توازي، متضايق ليه دلوقتي؟ ما انت كنت في الفصل الاول يجيب لك رسمه قد كده وتقعد تشتغل فيها وفي الاخر ما تعرفش تحلها، تقول لي دي رسمه كبيره قوي، يا ريت رسمه صغيره. اي الرسمه الصغيره جات لك، لما جات لك الصغيره بدات تتضايق منها. هتشتغل فصل اول عادي جدا. فمثلا يقول لك احسب لي مقاومه الاميتر، مش هما مقاومتين توازي؟ يا عم قانون التوازي ايه؟ اشتغل الفصل اول تماما كانك في الفصل الاول، ما هي فيزياء في الاخر. مقاومتين توازي ضربهم على جمعهم. فاكر الكلام ده؟ مش فاكر؟ ار اس جي في ار اس على ار جي زائد ار اس. حاجه تافهه جدا. شايف احنا في التوازي ازاي؟ طيب ده بالنسبه للتوازي. مثلا التيار الكلي اللي داخل هو عباره عن ايه؟ كأن فصل اول بالظبط. مش التيار الكلي اللي داخل هيتقسم لتيارين، تيار فوق اسمه اي جي وتيار تحت اسمه اي اس. فلما نيجي نكتب القانون فنقول الاي الكلي اتجزأ لتيارين، اي جي زائد اي اس. طيب لما نيجي نشتغل هما مش دول توازي؟ فرق الجهد بيكون ايه يا مستر؟ بيكون ثابت. يا سلام، يبقى فرق الجهد الفي جي بيساوي الفي اس. ده ايه ده؟ في الارقام وفي القوانين وانت بتشتغل تلاقي الموضوع ده بيطلع معاك النواتج كده خلاص. النواتج اللي انت قرفان منها هتلاقيها بتطلع معاك على طول. ده الفي جي بتساوي الفي اس. خلينا نقول الاثبات بسرعه. الفي جي فرق الجهد فوق يبقى اي جي في ار جي. الاي اس
في الار اس. احنا بقى بنبقى عايزين دايما نحسب المقاومه الار اس، هو اصلا بيركب لك مقاومه ار اس. طيب في الشرح هنقولها طبعا هناك في الشرح بالتفصيل واحنا بنفند الجهاز، ولكن الار اس تحمي الجهاز من التلف وبيمر فيها اغلبيه التيار، والاصل فيها انها تكون مقاومه قليله جدا 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 عشان تقلل المقاومه الكليه بتاعه الاميتر. الكلام ده هيتقال في الشرح في الورشه. تعالى بقى نحسب الار اس. من هنا الار اس هتساوي اي جي في ار جي، والاي في الضرب تروح في القسمه، يبقى اي جي في الار جي على اي اس. طيب تخيل معايا كده الار اس بتساوي، ده القانون بقى اللي موجود عندك في الكتاب، اي جي في ار جي على اي اس. هو الاي اس ده مين؟ تخيل معايا ده 6 امبير، قلت لك دخل في الفرع اللي فوق 4 امبير، اعتبر نفسك فصل اول، انسى انك في الفصل الثاني. الدرس ده اصلا هربان من الفصل الاول، ما انت دارس الاي جي والار جي والحاجات دي كلها في الفصل الاول، الاميتر والفولتميتر والكلام ده كله واخده في الفصل الاول. هو ال6 امبير اللي دخلت دي، دخل 4 فوق، يدخل تحت كام؟ 2. عملتها ازاي يا ابو العريف؟ تقول لي يا مستر ما انا عارف في الفصل الاول كنا بنعمل اللي داخل بنطرح ده من ده، يعني هو 6 كله وتقسم ل4، يبقى 6 ناقص 4 يبقى متبقي يدخل تحت الباقي يا مستر، وانا كنت شغال في الفصل الاول وزي الفل. يبقى اكيد هي انت عملت ايه؟ 6 ناقص 4، عملت التيار الكلي ناقص تيار الفرع اللي هي اي ناقص اي جي. ده اول قانون بيظهر معانا في الاميتر، ان الاي جي في الار جي على اي ناقص اي جي، اي جي في الار جي على اي ناقص اي جي، اي جي في ار جي على اي ناقص اي جي. ده مين؟ دي الار اس. دي لو مساله جات لك في الغالب بقى، لو جات لك المساله من فصل يعني لو طالب منك الار اس والمعطيات مباشره، عوض في القانون ده على طول، ده القانون الوحيد اللي تحفظه. طب ما جاتلكش مباشره، قال لك انا عايز الار جي، عايز مش عارف ايه، عايز الاي اس، عايز مش عارف ايه، تروح عامل ايه؟ رسم الرسمه وتعتبر نفسك فصل اول. اقسم بالله يعني مثلا اي مساله فصل اول في الدنيا، اي مساله اميتر في الدنيا، يقول لك مش عارف ان ركبنا ار جي مش عارف بكام وعملنا ايه، ومثلا احسب لي الار جي في الحاله الثانيه ولا الاي جي في الحاله الثانيه، اي حاجه تروح راسم رسمه، تروح قايل له خلاص انا في فصل اول، وقال لي ان دول مقاومتين، فرق الجهد فوق لو ب 6 فولت يبقى تحت ب 6 فولت، التيار فوق مثلا مش عارف ب 2 امبير، تروح حاسب بقى مثلا المقاومه فوق ب 3، مثلا المقاومه تحت ب 2، اشتغل فصل اول، مش ده 6 فولت 6 على 2 رقمين تجيب الثالث 3 امبير. ممكن يجي يسالك هو التيار الكلي بتاع الاميتر اللي بيقيسه كام؟ والله تقول له ده 5 امبير مثلا، فاهم؟ هي مش فصل اول، عادي جدا ولا كأن في اي حاجه، ما فيهاش قوانين كتير، ما فيهاش اي حاجه، لما انت بتفهمها ما بيبقاش ليها قوانين كتير، كانك في الفصل الاول مقاومتين توازي مع بعض، ففرق الجهد فوق قد فرق الجهد تحت، التيار بيجي بيحصل له تجزئه لان احنا على التوازي. ده بالنسبه لو جات لك ما فيهاش حساسيه. احنا حاليا في انهي جزء؟ في الجزء الاول، لسه ما جبناش سيره الحساسيه ولكن هنجيبها دلوقتي. ده بالنسبه للاميتر. بالنسبه للاميتر برضو خلينا نخلصه بحساسيته. لو جالك احلى مثال الصعيد، لو قال لك اميتر انحرف مؤشر جهازه للنص للربع للتلت للتلات ارباع مش عارف ايه مش عارف ايه، حساسيه الاميتر في شويه قوانين لازم تبقى عارفها. حساسيه الاميتر هي الاي جي على الاي، فلما يقول لك انحرف للربع يبقى 1/4، انحرف للتلت 1/4. دي لو عملت الاثبات بتاعها، الاثبات طبعا موجود وشارحينه، بتكون ار اس على ار اس زائد ار جي. ده القانون بتاع الحساسيه. طب القانون ده بنشتغل بيه في حاجه لذيذه قوي، ايه هي؟ كنا بنشتغل على بنشقلب وننقص واحد والكلام ده كله، ان شاء الله فيديو الحل هتلاقيه نازل لك باذن الله، بعتذر على التاخير بتاعه بتاع كتاب التفوق. خش يا باشا. طبعا القانون الثاني ان ده برضو قانون الحساسيه، القانون ده اللي تحت ده مستنتج من القانون اللي فوق. القانون اللي تحت ار جي بتساوي ان ناقص 1 من الار اس. دي لو جاب لك سيره الحساسيه، الان دي مقلوب الحساسيه. تعال اشتغل معايا كده ندي مثال بسرعه. لو قال لك الحساسيه قلت للربع، ربع يعني الحساسيه بربع، الانحراف للربع يعني راحت المؤشر انحرف للربع، صح كده؟ صح. ربع شقلبه 4 نقص منه 1 3 اهو، يبقى كانك بتقول الار جي بتساوي الان دي الشقلبه، يعني قال لك انحرف للنص، نص شقلبها يعني 2 نقص منها 1 يبقى 1، يبقى الار جي بتساوي الار اس. طب كمان واحد انحرف للخمس 1/5 شقلبها، يبقى انت كده بتحسب الان ب5، يبقى الان ب5، ان ناقص 1 4، يبقى ساعتها الار جي تساوي 4 ار اس. لو مديك الار جي تحسب الار اس، لو مديك قيمه الار اس تحسب الار جي، وهكذا. دي اللي بنشتغل بيها في مسائل الحساسيه، دي نادرا ما بنشتغل بيها بس لازم تكون عارفها، انما دي طبعا بتطلع النواتج اللي فوق بتطلعها. اتفقنا؟ اتفقنا. خش يا باشا معايا على الفولتميتر. الفولتميتر ده اتفه من الاميتر بكتير، طبعا الاسئله كلها الصعبه او الاسئله اللي فيها افكار كتير بتيجي في الاميتر، انما لو عديت من الاميتر امورك تمام ووصلت لمرحله انك عديت من الاميتر كل اللي جاي سهل. طبعا الفولتميتر
هي ار اس بقى يا مستر ار جي اللي هو الجلفانو، وركبنا معاه مقاومه على التوالي ار ام اسمها مضاعف للجهد. طبعا الفولتميتر ده بيقيس فرق الجهد الكلي. في فرق الجهد الكلي طبعا هنا الاميتر بيقيس التيار الكلي برضه اللي بره مش متجزأ. الفولتميتر بيقيس التيار الكلي اللي هو الفي هتساوي الاي الكلي في الار اللي تحت الفولتميتر. هو ماشي تحت الفولتميتر مين؟ ار جي وار ام. طب في ملحوظه، هو مين التيار اللي بيمشي في الجلفانو؟ مش اللي بيمشي في الجلفانو اسمه اي جي؟ فراح شايل كلمه اي جي اي توتال دي وحط لك رمز اي جي، بس كانك في الفصل الاول بالظبط. يبقى الاي جي في الار جي زائد ار ام من غير حفظ. يا عم مثلا يعتبر نفسك في الفصل الاول، لو ماشي هنا 3 امبير ودي مثلا ب 6 اوم ودي ب 12 اوم، التوالي بكام؟ ب 18. 18 في 3 يبقى انت حسبت فرق الجهد اللي بيقيسه الفولتميتر. حاجه كانك في الفصل الاول بالظبط كده، انت في الرسمه في الفصل الاول. الحساسيه بتيجي من حتتين، يا اما تقول الفي جي على الفي، او بنشتغل بقى بجزئيه الحساسيه زي قانون المختصر اللي تحت ده. بنقول ان الار ام بتساوي بسم الله الرحمن الرحيم ان ناقص 1 من الار جي. يقول لك ايه يا ريس؟ يقول لك مثلا انحرف المؤشر للخمس، يبقى شقلب 5 ناقص 1 4، يبقى ساعتها الار ام بتساوي ايه؟ 4 اضعاف الار جي. يقول لك انحرف للنص شقلب، يبقى 2 ناقص 1 يبقى الار ام بتساوي الار جي، وهكذا. دي لما يقول لك انحراف المؤشر او جزء الايه؟ الحساسيه. والجزء بتاع الفولتميتر ده اتفه من التفاهه، ما فيهوش جزء خالص. بالنسبه للاوم ميتر قدامك مسالتين. طبعا الفولتميتر بيعتمد على عزم الازدواج، هو والاميتر معتمدين على عزم الازدواج. الاوم ميتر كجهاز الجلفانومتر بيعتمد على عزم الازدواج، انما الاوم ميتر نفسه بيعتمد على ان احنا بنوصل بطاريه. تعال ارسم لك الشكل. بيكون عندنا بطاريه، بيكون عندنا كام مقاومه؟ عد معايا: 1 2 3 ار سي وار في وار جي، وممكن يكون عندك المقاومه كمان الداخليه بتاعه البطاريه وبطاريه. تفتكر كده طبعا عندي المقاومه اللي انا عايز اركبها اللي بقيسها اسمها ار ايه؟ ار اكس، اسمها مقاومه مجهوله. دي اللي احنا بنحسبها. فايده الاوميتر انه بيحسب المقاومه المجهوله، والفكره الاساسيه بتاعته انك مره بتقعد تغير او بتركب مقاومه، فالمقاومه بتتغير. مثلا افترض المقاومه زادت فالتيار يقل، طبعا ما تركب مقاومه المقاومه زادت فالتيار يقل. فالفكره الاساسيه بتاعه الاوميتر ان التيار علاقته ايه؟ عكسيه مع المقاومه، طبعا مع ثبوت فرق الجهد، لان المصدر كده كده ثابت محدش جه جنبه. يبقى التيار عكسي مع المقاومه، فبيظهر معانا كذا قانون. نقدر نقول الحاله الاولى على تيار الحاله الثانيه يساوي المقاومه في الحاله الثانيه على المقاومه في الحاله الاولى. دايما الحاله الاولى اللي بنبقى مش مركبين الار اكس، والحاله الثانيه اللي بنركب فيها الار اكس. ما احنا بنشوف الجهاز في الحاله الاولى ما فيش حاجه، تاني مره بنركب الار اكس نحسبها. فالاي 1 او الاي 1 على الاي 2 هي على فكره مش لازم، هي الفكره كلها في خلاصه الجزء ده ان المقاومه الاولى، التيار في المره الاولى على التيار في المره الثانيه يساوي المقاومه في المره الثانيه على المقاومه في المره الاولى. فلو هو في اول مره ما كانش مركب ار اكس وثاني مره ركب ار اكس، ففي ثاني مره اول مره هيبقى عندك مقاومه الجهاز بس احنا مش مركبين غيرها. ثاني مره تخيل خبي دي بايدك اللي هي الار اكس كانها مستخبيه بايدك كده، عندك ايه؟ الار اللي هي الجهاز. ار الجهاز بقى احنا ما كتبناهاش. ار الجهاز بالنسبه لنا هي جميع المقاومات ار سي زائد ار في زائد ار جي. خلاص الار جي هو الجلفانومتر. طبعا لما يجي بقى بعد كده يركب الار اكس، هو انا ليه شخبطت وبعد كده رجعت كتبت؟ تعالى نكتبها تاني اهي. هنا بقى راح اعمل لك ايه؟ مركب الار اكس. تيجي بقى تبص يا باشا، يبقى يلا بينا مقاومه الجهاز دي كلها ركبنا لها مقاومه توالي، يبقى طبعا في تاني مره هتكون ار الجهاز زائد الار اكس، لان المقاومتين توالي مع بعض، فالقانون ده بيظهر. طبعا تفتكر معايا كده، هو التيار في اول مره اللي هو مين؟ هو في اول مره كان عندي ار اكس؟ لا ما كانش عندي ار اكس. يبقى التيار اللي كان معدي في الجهاز اللي هو الار جي اسمه ايه؟ اي جي. يبقى الاي جي على الاي هتلاقيها بقى مكتوبه لك كده في الكتاب بتساوي ار الجهاز زائد ار اكس على ار الجهاز. طبعا انا بحفظها ازاي؟ بقول هو الاي جي على الاي، دي اللي انا فاكرها زي الاميتر بالظبط. اي جي على الاي، هو الاي جي على الاي بتساوي ايه؟ هي الاي جي الكبيره ولا التيار؟ لا الاي جي هي الكبيره، لان ده اقصى تيار يتحمله الجلفانومتر، يبقى اكيد مقاومه كبيره على مقاومه صغيره عشان تظبط لي النسب. فار الجهاز زائد ار اكس على الار او. برضو في جهاز في حته ثانيه بتلاقي ان الاي جي على الاي بتساوي سيتا الانحراف الكلي على سيتا الانحراف الجزئي. والقانون ده بتلاقيه مكبوت برضو. ليه؟ هو انا عندي الاوميتر شكله عامل كده، هنا الصفر
بتاع المقاومه، هنا مثلا صفر الاي جي، او خلينا هنا صفر المقاومه عادي، هنا الار اكس بصفر، طبعا قصاد الار اكس بصفر تلاقي الناحيه الثانيه قصادها الاي جي موجود، لان انا مش مركب مقاومه خارجيه، يبقى اكيد مين التيار اللي معدي في المقاومه؟ الاي جي. هنا هتلاقي الار اكس بما لا نهايه، يبقى طبعا مفيش تيار، فساعتها التيار اللي ماشي في الجهاز هيكون بصفر. ده جزء طبعا. لما تيجي بقى اقول لك هو طبعا بادئ كده، من التيار بادئ اهو من صفر. هو انا لما اجي اقول لك انه انحرف لحد ما بقى قايس اي جي، يبقى الانحراف ده كله هو مين؟ ده السيتا بتاعت الانحراف الكلي، عشان كده الاي جي قصادها الانحراف الكلي. ما هو عند الاي جي معنى كده انه انحرف لحد الاخر. طب مثلا لما بعد شويه تركب مقاومه خارجيه، فيبقى المؤشر منحرف لكده. هي اللحظه دي اللي هي الجزئيه دي بس هي دي الانحراف الكلي؟ لا، ده المؤشر بقى منحرف للنص، لتلت الزاويه، ربع الزاويه، وهكذا. عشان كده القانون ده ظهر، الاي جي اللي هو اقصى تيار يبقى اقصى زاويه انحراف قصاد التيار بالانحراف بتاعها، وهكذا. تاني نعيدها تاني، يبقى نقدر نلمه سيتا على سيتا، بنقولها سيتا كلي على سيتا جزئي تساوي تيار كلي على تيار جزئي، واخد بالك؟ يساوي ار اكس زائد ار الجهاز على ار الجهاز. اتفقنا؟ والمبدأ الاساسي هو ان التيار علاقته عكسيه بالمقاومه. واخر حاجه خلاص قبل ما نقفل الفيديو، الحساسيه بتاعه الاوميتر، القانون بتاعها برضو زي ما اشتغلنا قبل كده، ان الار اكس تساوي ان ناقص واحد من الار بتاعه الجهاز. لو مثلا قال لك ان المؤشر انحرف لربع التدريج، تشقلب الربع تشقلبها 4، 4 ناقص 1 3، يبقى ساعتها تقول لي الار اكس بتساوي 3 ار او. قال لك انحرفت للنص، نص شقلب 2 ناقص 1 يبقى بواحد، يبقى الار اكس ساعتها تساوي ار الجهاز. الار الجهاز اللي هي مفكوكه من ار سي وار في وار مين تاني؟ جي. طبعا الار سي دي اسمها مقاومه عياريه ثابته بتحافظ على الجهاز ان هو يتحرق، والكلام ده كله هنشرحه ان شاء الله في الورشه. لو حابب تشترك في الورشه باذن واحد احد هتلاقيها موجوده باذن الله على نهايه الاسبوع، فلو حابب تحجزها واول ما تنزل على طول تلاقي نفسك اتضفت فيها، دي بتكون حاجه لذيذه قوي عشان ما يفوتكش الاجزاء اللي بعدها باذن الله. لو حابب تشترك في كورس الفصل الثالث، فكورس الفصل الثالث يا صديقي موجود، كله تفاصيل وكله شغل. المحاضره الاولى ممتعه جدا شرحناها، وكمان بنحل من كتاب الامتحان تفاصيل جامده، وان شاء الله باذن الله تستفيد اقصى استفاده. خلاص اتفقنا يا صديقي؟ بسم الله توكلنا على الله. خلاص بقى احنا خلصنا، فنتوكل على الله ان احنا لسه هنصور كمان فيديو. يا رب ملخص القوانين وملخص الافكار. والموضوع هنا مش ان احنا بنعمل ايه، بنعمل حاجه اسمها مايند مابنج، ان انا ببدا اشعب دماغي حوالين الفصل، ان انا اعرف اربط مين هنا مين فين، اقدر ادخل في الفصول، اقدر اروح من هنا على الفصل الاول على الفصل الثاني وهكذا. والحمد لله الطلبه بتاعتي متعودين جدا ان انا اي جزء بشرحه بربطه باللي فات، الحمد لله رب العالمين. ليه؟ انت لما بتشرح حاجه لو ما ربطتهاش باللي فات، جيت قلت لك في اخر الفصل هبقى اربط لك، لا يا عم صباح الفل بقى. انما انا اي حاجه بشرحها بقول لك ايه التربيطه بتاعتها باللي فاتت، فكده انت كانك بتبني لي مبنى مترتب مظبوط تمام. الفصل الثالث مرتبط باللي فات. طب انا بعمل ايه وانا بشرح؟ بروح شارح الجزء ده يا جماعه جه في حته كذا، فنروح مراجعين معلمين عليها، نقول دي كانت الحته بتاعت كذا ونراجعها عليها ونكمل. يبقى انت كده بداخل معايا الفصل الثالث يا ريس، امورك تمام ودنيتك تمام. الكورس موجود، حابب تاخد الكورس والورشه هتلاقي فيهم خصم جميل جدا. اتفقنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. معلش اخر حاجه في الاجهزه، يبقى الاجهزه خلاصه الاجهزه حلين، يا اما فصل اول يا اما مسائل الحساسيه، تعوض في القوانين اللي هي فين ده، معلش اعلم لك عليهم، ده اهو عشان تعرف تذاكر ايه، وده اهو وده اهو، دي مسائل الحساسيه. وطبعا برضو القانون ده لا تنساه يا صديقي لانه هام جدا. خلاص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تقدر ترجع للفيديو ده في اي وقت ان شاء الله تقدر ترجع له، وكمان لما تشترك في القناه فما يفوتكش الفيديوهات اللي جايه. واخر حاجه طبعا تشجعنا اللي احنا نستمر، فتكتب لنا كومنت لذيذ تحت، وحلمنا نوصل 5000 مشترك قبل نهايه العام فنحتفل بيها مع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.